الباك اند. لما بتفتح اي موقع يا صديقي زي فيسبوك او يوتيوب، الواجهة اللي بتظهر قدامك وبتتفاعل معاها دي اسمها فرونت اند. اما الباك اند هو الجزء اللي بيحصل خلف الكواليس وراء الموقع. الباك اند هو المسؤول عن معالجة البيانات وتنظيمها وتخزينها. انت لما تيجي تعمل تسجيل دخول في اي موقع، البيانات دي بتروح للسيرفر الاول بيتحقق منها، ولو بياناتك تمام وسليمة هيدخلك على حسابك على طول. عشان نفهم الباك اند اكتر يا صديقي، هو بيتكون من 3 حاجات رئيسيين. اول حاجة وهي السيرفر بتاعنا، تاني حاجة وهي الداتابيز، وتالت حاجة وهو الكود. تخيل معايا يا صديقي انك عايز تطلب بيتزا من تطبيق معين. اول حاجة الطلب بتاعك هيروح للتطبيق، بعد كده التطبيق هينقل الكلام ده للسيرفر، وبعد كده السيرفر هيودي البيانات دي للداتابيز، والمرحلة اللي بعد كده الداتابيز هتعرف المطعم انك عايز بيتزا. وبكده يا صديقي نكون عرفنا مقدمة بسيطة عن الباك اند. ان شاء الله اشوفك في حلقة جديدة. سلام.